كلمة التقوى، والصحابة كانوا أحق بها وأهلها. كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، كلمة التجديد، لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمن من عذاب من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة. الإيمان 77 شعبة، أعلاها ماشي لا إله إلا الله، أعلاها قول لا إله إلا الله. وفرق بين أعلاها لا إله إلا الله إذا قلتها مرة واحدة، وبين أعلاها قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مع تحقيق الهمزتين ومع التفكر في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. الله بدون صفة للتحقق، وصفات أخرى جمالية ككريم رحيم حليم ودود، هذه للتخلق، وصفات جلالية للتعلق، قهار جبار متكبر قوي عزيز. فإذا هكذا نتحقق ونتخلق ونتعلق بالله سبحانه وتعالى، ونحن نذكر لا إله إلا الله ونتفكر في أسماء الحسنى وصفاته العلى، ثم ندعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه تجدد إيماننا، تجدد إيماننا مثل ما يجدد إيمان الدعاء. اسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، اسألوا الله يا ربي جدد إيماننا. ينبغي أن نقولها ونكثر من قولها، لأن الله سبحانه وتعالى كريم يملك بدون سبب منك أن يجدد إيمانك، لكن لا بد منك، بك لا يأتي شيء، كما يقول أحد أهل الله: بك لا يأتي شيء ولا بد منك، بك لا يأتي شيء ولا بد منك. منك الشبر ومنه الذراع، منك الذراع ومنه الباع، منك الباع ومنه الهرولة. ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا ما قدر الله حق قدره. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الحياء من الله، الخوف من الله، تعظيم الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فكيف وتعظيم من أهدى إلينا هذه الشعائر وهدانا لهذه الشعائر، وهدانا برسول الله لهذه الشعائر صلى الله عليه وسلم. جميل أن لا إله إلا الله، أن الإيمان يحصل لنا وينبته الله في قلوبنا ويثبته في قلوبنا بالمحبة وإفشاء السلام، ويتجدد ويتعهد هذا الإيمان بلا إله إلا الله. فكيف الزيادة وبالدعاء ثم كيف الزيادة في هذا الإيمان؟ كيف الزيادة؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. القرآن يزيد في الإيمان، ولكن المحبة تنبته، ولا إله إلا الله تجدده. ولكن القرآن لا ينفع إلا المؤمنين. إن الذكرى التي هي القرآن إن الذكرى تنفع المؤمنين. لهذا فالقرآن يخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. لهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال: أوتينا الإيمان قبل القرآن، أما أنتم فقد أوتيتم القرآن قبل الإيمان، فأنتم تنثرونه نثر الدقل، والدقل هو رديء الثمر، الثمر المسوس، الثمر المسوس. فإذا هذا الإيمان هو الأرضية الخصيبة التي يزرع فيها القرآن، وإلا فلن ينفع القرآن الذي هو موعظة ولا هو ذكرى، لن ينفع إلا المؤمنين. من ليس في قلبه إيمان لا ينفعه القرآن. رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. فإذا القرآن ينفع أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إن الذكرى تنفع المؤمنين وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا مع إيمانهم وهم يستبشرون، وأما الذين كفروا إذن إلى رجسهم. لا إله إلا الله. نسأل الله تعالى أن يقينا الكفر ورجسه، وأن يجعلنا من المؤمنين الذين يزدادون بتلاوة القرآن
إيمانا، لأن القرآن هو العلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والعلم يزداد به الإيمان، لكنه لا يؤتيك الإيمان ولا يجدد إيمانك، بل يزيد في إيمانك، لأنه يعلمك علما نافعا منشئا لعمل صالح، فهذا العمل الصالح يزيدك إيمانا. علم ينشئ عملا، ويزداد الإنسان بعلمه وعمله الإيمان، وقر في القلب، هذا علم. وصدقه العمل، وقر في القلب وصدقه العمل. والعمل بمعنى كلما تعلمت عملت، علمك ماذا عملت به، وكلما عملت ازددت إيمانا. لا نريد أن يكون إيماننا باليا متلاشيا واسخا، علينا أن نجدده. ولا نريد أن يكون إيماننا قليلا، بل ينبغي أن يكون. والماء إذا لم يكن طاهرا فهو لا يصلح لوضوء ولا لشرب ولا لخير. وأيضا إذا كان هذا الماء قليلا حتى وإن كان طاهرا فهو لا يكفي، لا يسمن ولا يغني من جوع. فنريده متجددا، ونريده مزيدا، نريده منقحا ومزيدا، نريده ازداد إيمان. ونقرأ القرآن تلاوته وقراءته ورؤية المصحف وحفظ القرآن وأن نلهج به. ومن القرآن فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. القرآن 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 نكثر من نتعلمه، نعلمه، نتخلق به، نجاهد به، نتفكر فيه، نتدبر آياته، نحفظه، نحفظه أولادنا، نجعله أحلى كلامنا، أغلى كلامنا، أول كلامنا، آخر كلامنا. ثم هذه زيادة الإيمان لا تكفي، يحصل الإيمان بالمحبة وإفشاء السلام، يتجدد بلا إله إلا الله بالدعاء، يزداد بالقرآن الذي هو العلم المنشئ للعمل بالعلم والعمل. ولا بد من أن نتوكل على الله، وعلى ربهم يتوكلون. لا بد من أن نتوكل على الله، وهذا التوكل على الله هو الجسر الرابط ما بين الإيمان والإحسان، والإحسان هو أعلى درجات الإيمان. فعلينا أن نتوكل على الله. معنى التوكل الله، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم مثل ما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. هي فيها ثلاثة ديال الأمور. تغدو بمعنى تبكر، وبورك لأمتي في بكورها. تغدو، وتغدو هي تبكر، وحركة تغدو بمعنى تتحرك باكرا، كل حركة فيها بركة. وبورك لأمتي في بكورها. ثم خماصا بمعنى وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وتقول أنا ما عندي شيء، أنا ليس في شيء وليس لي شيء، أنا ما لي فياش، أش علي مني، أنا حميد لاش، أنا لاش. فحشرت مع فرعون وهامان، إن خطر ببالي يوما أني شيخ عليكم، أنا أستاذ أو أني أستاذ عليكم، هو أن تكون أن تخرج من حولك وقوتك وتدخل في حول الله وقوته، ليجعلك قدرا من أقداره سبحانه وتعالى، فيحق بك الحق ويبطل بك الباطل، تصبح بالله. فإذا أحببته أصبحت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. إذن وعلى ربهم يتوكلون. التوكل على الله، وما بعد التوكل الله إلا اليقين، واليقين هو الإيمان كله. كما قيل أن القائل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو أهل اليقين، وقيل أن القائل هو ابن مسعود رضي الله عنهما. فاليقين هو الإيمان كله، هو اليقين. هناك علم اليقين، وهناك عين اليقين، وهناك حق اليقين، وهناك معرفة اليقين. اليقين مثلا علما أن مثلا سيدي سعيد في مسجد طيبة بطورينو سمعنا هذا الخبر، وتناقلته الألسنة من يصلي في مسجد طيبة، فتواتر الخبر وتأكد. لكن عين اليقين أنني أرى سيدي سعيد هنا في طيبة، وقد رأيته وهو يصلي بالناس، ورأيته يخطب يوم الجمعة. لكن حق اليقين أن سيدي سعيد يحدث عن نفسه ويقول أنا في طيبة، حق، هذا حق. فهو
أنني أنا المتحدث الذي رأيت والذي سمعت عن وجوده في طيبة، ها هو يحدثك، فهذا حق اليقين. لكن معرفة اليقين، لماذا سي سعيد هنا في طيبة؟ ما الحكمة في وجوده هنا في طيبة؟ ما الحكمة في أنه يلقي الخطبة، وأي خطبة وباللغتين وكيف؟ فهذه الحكمة من وراء وجود سعيد في طيبة. هذا مثال فقط. لهذا هناك علم اليقين، وهناك عين اليقين، وهناك حق اليقين، وهناك معرفة اليقين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا اليقين كما تعلموا القرآن حتى تعرفوه، فإني أتعلمه، واليقين كلام الله، واليقين الموت، قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، واليقين كتاب الله، واليقين رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليقين الآخرة. الآخرة يقين ينبغي أن نراها رأي العين، الآخرة رأي العين. أصبحت مؤمنا يا رسول الله. قال: فإن لكل إيمان حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الشهوات، وأظمأت نهاري، وسهرت ليلي، فكأني بعرش ربي بارزة، وكأني بأهل الجنة يتزاورون، وأهل النار يتعاون. قال: عرفت فالزم. معرفة اليقين، معرفة اليقين. فاللهم عرفنا هذا اليقين، واجعلنا من المؤمنين الذين يفشون السلام فيما بينهم، ويتحابون فيك، والذين يجددون إيمانهم بالدعاء وبالإكثار من قول لا إله إلا الله، والذين يزداد إيمانهم بالعلم والعمل، والذين يتوكلون على الله فيبكرون ويتحركون مخلصين لا مدعين، والذين هم يوقنون علم يقين، عين يقين، حق يقين. اللهم عرفنا اليقين. أقول قولي هذا واستغفر الله، والحمد لله رب العالمين.